اسمعني كويس يا ابني. مفيش حد بيتولد ناجح، ومفيش حد فاشل بطبعه. الفرق بين اللي بيوصل واللي بيقف مكانه هو عادة صغيرة يكررها يوم بعد يوم. اللي بيغير حياته مش اللي عنده إرادة حديد، لأ. لو مستني الإرادة الحديد يبقى هتستنى العمر كله، لأنها عبارة عن تراكم لعادات وخبرات كتيرة. اللي عنده إرادة هو اللي عرف يغير اتجاه خطوة واحدة ويكمل عليها خطوة ورا خطوة. في النجاح الصح لازم يكون زي السلم، واللي بينجح بالأسانسير بيبقى فرقعة ويروح لحاله مع أقرب اختبار حقيقي. العادة الوحشة هي مش وحشة في نفسها، هي بس خدعتك بالراحة وتضييع الوقت. راحة الكسل، راحة السوشيال ميديا، راحة الهروب في مواقع بتسرق منك النور. لكن كل مرة بتستسلم فيها انت بتخسر جزء من نفسك، وكل مرة بتقوم حتى لو خطوة صغيرة انت بتكسب احترامك قدام نفسك. عايز تبطل عادة سيئة؟ خلي الطريق ليها صعب، اقفل الباب اللي بيودي ليها، وشيل أي حاجة بتسهلها عليك. وفي نفس الوقت خلي العادة الجديدة قريبة منك وسهلة. ابدأ صغير وهتكبر في نجاحاتك. اقرأ حتى ولو آية واحدة بدل ما تقول مش فاضي. ابدأ في شغلك بدقيقة تركيز بدل ما تستنى المزاج. التغيير مش فجأة، هو مية بتنقط كل يوم لحد ما تنحت الصخر. بس لازم تبدأ، ما تستناش الحماس، اصنعه بنفسك. قول لنفسك كفاية ضياع، قول النهاردة يوم جديد. كل تكرار صغير هو تصويت للنسخة الجديدة منك، النسخة اللي بتكمل، اللي بتتعلم، اللي بتقرب من ربنا، اللي بتنجز، اللي مش بتستسلم. ولما تقع، وده طبيعي، ما تلومش نفسك، قوم. كل مرة بتقوم فيها انت بتعلن انك لسه عايش ولسه فيك امل. ابدأ النهاردة، مش بكرة، مش لما تتظبط الظروف. ابدأ بخطوة واحدة، وهتشوف ازاي العالم كله بيتغير حواليك لما انت تتغير من جواك.